صباح الفل عليكم يا شباب. يا رب تكونوا بخير. قدر الله ما شاء فعل. النهارده كان او امبارح يعني كان ماتش الزمالك ونهضة بركان، ذهاب السيمي فاينال. الحمد لله. نتيجة مش وحشة، النتيجة تعتبر معقولة في ظل معطيات الماتش وفي ظل مجريات الماتش، وان احنا دخل فينا جونين في اول نص ساعة في الماتش. الحمد لله ان احنا جبنا الجون ده هيكون ليه مفعول كبير جدا وليه مردود كبير جدا في ماتش العودة ان شاء الله كمان اسبوع في استاد القاهرة مع وجود الجماهير. ان شاء الله يبقى النهائي واللقب من نصيبنا باذن الله بعد اسبوع باذن الله نكون بنحتفل بيه زي دلوقتي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم شوية فنيا كده في اللي عمله مستر جوميز النهاردة واللعيبة بخصوص الماتش. الزمالك النهاردة جوميز بدأ بتشكيل يضم عواد حراسة مرمى، مسلوسي وعبد المجيد، عمر جابر، فتوح، دونجا وشحاتة، وقدامهم أحمد حمدي. الثلاثة اللي قدام زيزو، الجزيري، سامسون. تشكيل على الورق في ظل غياب عبد الله السعيد وناصر ماهر عن القائمة الأفريقية وعدم بسبب الكاب تايد وما ينفعش إن هم يشتركوا معانا. تشكيل على الورق هو الأفضل، أفضل عناصر. عامة أنا مش هلوم جوميز على الماتش ده، يعني جوميز ما فيش أي حاجة الواحد يقدر يتكلم عليها بخصوص الماتش ده، وإن هو ينزل مين أو يعني يشيل سامسون أو يحط نضاي. هو ما شاء الله يعني اللي لبسنا المحترفين دول حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يعني يورينا فيه آية. لأن الموضوع ده إن إحنا المحترفين بتوع الزمالك بيبقى بمستوى نضاي ومستوى سامسون ومستوى الجزيري برضو يعني، بس نضاي وسامسون دول حاجة بجد متعبة للعين، يعني فعلا متعبة للعين. حتى لو سامسون بيقدم أداء كويس في حدود يعني، بس يعني ماتش عمله او جون جابه انت جايبه بكام او بتدفع له كام؟ عامة مش موضوعنا، نرجع للماتش. المشكلة بقى مش في ان الناس دي، يعني انت طبعا متوقع مردود قليل من الناس اللي هي زي سامسون ونضاي واللعيبة اللي هي السمسار جابهم السنة اللي فاتت الشروة دي. لكن لما يبقى عندك واحد زي احمد فتوح انت معتمد عليه بشكل كلي، ان فتوح زي ما احنا قلنا هو مش باك شمال بالنسبه للزمالك. فتوح طريقه لعب هو اللي بيعتمد عليه. فتوح بيخرج الكوره، فتوح هو اللي بيقدر يطلع لك من خط الدفاع، يودي لك الباصه صح. من اول الماتش وباين ان فتوح فيه مشكله او يعني، والمفروض ان في تعليمات اللعيبه دي. انا مش عارف بقى برضو النقطه اللي اتكلم فيها جوميز، انا ما اقدرش اعرف اذا اللعيبه دي متحضره فنيا ونفسيا لماتش زي ده ولا لا. لان انا اللي شفته ان فتوح عمال كور كتيره بيستسهل ان هو يطلع كورنر. معروف ان اخطر حاجه عند نهضه بركان هي الكور الثابته ومنها الكورنرات. فبالتالي كان اسلوب غريب قوي من فتوح في اول الماتش، ورجليه ما كانتش شايلاه رغم ان هو لعب ماتشات ولعب قدام ماتشات في اجواء اصعب من دي، ولعب في كاس الامم على المستوى الدولي، ولعب ضد لعيب زي اشرف حكيمي ولاعيبه دوليه، وكان واقف على رجليه وكان ماسك نفسه. اول نص ساعه من فتوح كانت كارثيه بمعنى الكلمه. بصرف النظر ان الفاول اللي جه منه الجون التاني هو اصلا مش فاول، يعني انا وجهه نظري ان الكره اصلا مش فاول، بس برضو يعني هي كانت برضو يقدر ان هو بشكل او باخر يتجنب الاحتكاك معاه، لان الراجل رايح ناحيه الاوت، يعني رايح ناحيه الاوت او رايح ناحيه الكورنر، فمش هتفرق يعني. فما كانش ليها لازمه خالص ان هو يبقى فيه اي احتكاك، بس انا شايف انها بصراحه مش فاول. وبعد ما جه فينا الجون الاول كان في هجمه رايحين بيها، جات له في ال 18 او على راس بيستلمها، راح واقع بطريقه غريبه. واضح ان مفيش اعصاب او مفيش تهيئه للماتش خالص،
مش فتوح يعني، ان هو يتزحلق وقع وقعه غريبه جدا، مش واحد مش جاهز ولا فنيا ولا نفسيا ولا بدنيا ولا اي حاجه. بس من بعد دي بصراحه، وهو بالعكس قدم اداء كويس جدا واللعب كله كان من ناحيته برضو، ما أنا عشان هنيجي لفريق نهضة بركان. والفحلي اللي كان بيلعب عليه فتوح، اللي هو يعتبر محور اداء فريق نهضة بركان. بس عامة خلص جزئية فتوح، من بعديها هو كان نوعا ما هو اكتر واحد ظاهر في الشوط الاول رغم ان اداؤه سيء. بس كان الهجوم برضو كله من ناحيته، وعمل كورة تعتبر جون. لو اي فيرو التاني مش هيحطها في الارض، لان هي الكورة مش محتاجة تتحط في الارض، هي تتحط على طول. سيف الجزيري راح لعبها في الارض، ملعوب له اوفر هايل جدا من فتوح. دي كانت المفروض تبقى جون، اللي هي كانت في الدقيقه 42 في الشوط الاول، لكن ما جاتش. حسام عبد المجيد، يعني دي بخصوص فتوح، دي يعني جزئيه فتوح كان دي علامه استفهام على مستواه لغايه اول نص ساعه، وانا شايف ان هو بعد كده قدر يكون احسن نوعا ما. حسام عبد المجيد مستمر في تقديم مستوى غريب بعد ما لعب ماتشين كويس، منهم ماتش الاهلي. من بعديها وهو بيقدم ضحك. انا ما بحبش اتكلم بالاسلوب ده على اللعيبه او اقول ان هو بيقدم ضحك او بيقدم ما اعرفش ايه، بس هو فعلا سوري في الكلمه، فعلا بيقدم حاجات غريبه ملهاش اي علاقه بالكوره. احنا داخلين اول 10 دقايق محطوطين في ال 18 واللعيبه عماله تقع بتوع نهضه بركان بدون ما حد يلمسهم، وواضح جدا ان هم بيمثلوا او بيلعبوا على ضربات الجزاء. انت بكل اللي انت شايفه ده قررت ان انت تروح تكعب الواحد في وسط ال 18، اللي هو بتقول لهم خدوا يلا خدوا بيلن عشان بقى ايه كل شويه واحد يقع، فريحونا خدوا البيلن بقى عشان ايه انا بديهولكم. انت لو كنت ما حطيتش رجلك فيها اصلا هو الولد كان هيقع، هو داخل يعمل التمثيليه دي او داخل يخبط في رجلك. انت قررت انك تتبرع وتديلهم ضربه الجزاء. خبره زيرو، مفيش اي خبره، مفيش اي حاجه. كور عرضيه والتحامات مع الخصم برضو مفيش، كل الكور عرضيه نوعا ما هم اللي بياخدوها. بس كل كوم ولقطه ضربه الجزاء دي ما ينفعش انها تطلع من اي منك بالذات في يعني في نفس التوقيت ان هم بيحاولوا يعملوه. ده انت كنت يعني هتاخد بوينت عليهم انك ما تحطش رجلك وما تحتكش وتسيبها. كان هو هيقع، كان لازم ساعتها يديله انذار، كانت تبقى ثالث او رابع واحده تمثيليه في اقل من 6 دقائق. ضربه الجزاء جايه في الدقيقه 6. ودي ملحوظه تانية صحيح بخصوص ضربه الجزاء، انها جت في الدقيقه 6 واتشاطت في الدقيقه 13. 7 دقايق بيراجع الفار، ده غير بقيه الوقت الضايع، والحكم ادى 6 دقايق بس وقت ضايع. معرفش ازاي. حكم طبعا عليه ملحوظات كتير جدا، هو مش متحامل بس هو ضعيف فنيا. يعني هو طبعا النقطة الكارثية يعني برضو عشان بما ان سيرة الحكم جت فهنتكلم في النقطة دي. الكرة بتاعت محمد شحاتة الكورنر، انا ما اعرفش الحكام قالوا ايه، ما شفتش حتى تحليل بين سبورت على التحكيم او ما اعرفش حتى الحكام بتوعنا قالوا ايه، بس اللي انا شايفه ان شحاتة ضرب في زوره كده، خد واحدة حلوة يعني. ضرب بدون كورة طرد، ده اللي انا اعرفه. هو ولا انذار ولا طرد ولا فاول، ورجع الكورنر تاني يتلعب. يعني كانت ممكن تدخل فينا جول وشحاته خرج. يعني لا بص، يعني شحاته خرج، لعبنا ناقصين الكورنر اتلعب واحنا ناقصين، واحنا ما خدناش عقوبه اداريه على اللعيب اللي ضرب شحاته يعني احنا اللي اتعاقبنا المفروض. يعني لو الكره دي جت جون كارثه، انت بتلعب ناقص في لعيب عندك اتضرب، واللعيب اللي ضربه ما خدش اي عقوبه اداريه، وانت اللعيب بتاعك خرج يتعالج عشان القانون بيقول كده، عشان الكل لعبه ما تتحسبتش فاول ولا خد فيها انذار، فما ينفعش يتعالج في الملعب فلازم يخرج. فحاجه غريبه. تحكيم افريقيا كالعاده يعني حدث ولا حرج، مش جديد علينا واحنا كنا متوقعين حاجه زي كده. نرجع تاني، معلش انا بطلع بس من كذا نقطه لحسام عبد المجيد. مش هينفع ان لعيب يبقى في الزمالك يلعب ماتشين و10 لا، ومش هينفع يعني الناس تشيد بيك، فاول ما يشيدوا بيك ترجع تاني تقدم مستوى مش كويس.
وفي توقيت زي ده من الموسم. سنك صغير وعندك امكانيات كويسه وتقدر تشتغل على نفسك، يا ريت يبقى في ثقه في نفسك اكتر من كده. ولو انت شايف ان الموضوع اكبر منك، ممكن يعني بجد شايف ان انت مثلا اعصابك او قدراتك ذهنيه وعصبيه ما تستحملش ماتش زي ده، ممكن تقول احسن ما نقدم المستوى ده وتخسرنا بطوله سهله جدا. لان نهضه بركان على قد ما الناس بتتكلم بقى لولا الجمهور ولولا الكلام ده نهضه بركان اي فريق في الدوري عندنا يكسبه. يعني مش اي فريق، يعني فرق كتيره في الدوري ممكن تكسبه عادي بسهوله. يعني فرقه زي زد ممكن تكسب نهضه بركان، تكسبه وتعمل عليه ماتش حلو يعني بشيل بقى. لان فريق 2019 انا شايفه ان في واحد بس فيه مثلا كان لابا كوجو ده، كان بصراحه بال11 لعيب اللي موجودين دلوقتي. لابا كوجو ده لوحده كان دهي، وفريقنا طبعا كان احسن. بس احنا برضو اللي يعني كان مثلا نجم الفريق ساعتها فرجاني ساسي ما لعبش، بس بقيه الاسماء كانوا ساعتها بيقدموا موسم استثنائي زي كهربا وابراهيم حسن ويوسف اوباما كان عامل بطوله هايله. بس طبعا كان نجم البطوله ابراهيم حسن بالاخص يعني، وطارق حامد طبعا. فان انت بالمستوى ده ما ينفعش يا كابتن حسام يا عم جيد، يا ريت واقفه مع نفسك عشان احنا عندنا نهائي كمان 7 ايام، ده اللي هيحسم لنا الموضوع. يعني احنا عايزين نتجنب ان احنا ندخل فينا جون على ارضنا. فيا ريت ما تكونش يعني انت ليك سبب في ان البطوله دي تروح مننا اكتر من اللي انت عملته. يعني انت بتحاول انها تروح بصراحه، بس هي الحمد لله ربنا رايد عشان الجمهور بترجع لنا تاني. حمزه المسلوسي كالعاده راجل، وحتى لما بيغلط في باصه في نص الملعب او حاجه، ما كانش النهارده عليه معليش اي تعليق عليه، بالعكس كان كويس جدا. عمر جابر نفس الكلام، عامل ماتش كويس. على المستوى الدفاعي برضو اللعب عليه ما كانش كتير زي فتوح، بس كان عامل ماتش كويس. وكان فيه مسانده كبيره جدا النهارده من زيزو، بصرف رغم ان انا برضو عليها شويه تعليقات على زيزو لما هتيجي هقولها، بس كان فيه مسانده دفاعيه من زيزو وشحاته مع عمر جابر، فدي فرقت معاه. غير ان مستوى الجناح اللي بيلعب عليه غير الفحلي، لعيب رخم جدا الفحلي اللي كان بيلعب على فتوح ده صحيح. يعني ما بيعمل فاولات وبيمثل وبيضرب وفي كل كرة بيحافر عليها، لعيب رخم. ده بخصوص خط الدفاع. نرجع تاني بخصوص فتوح عشان برضه اكون منصف على قد كده. هو كان المعين شعباني كان مركز ان كل كورة تتلعب تترمي ورا فتوح، كل كورة يرمي ورا فتوح طويلة على الارض، اي حاجة لازم اللاعب حتى لو الهجمة ماشية اوريدي سلسة ناحية الشمال بركان يروح ناقلها ناحية يمين بركان عشان تبقى من ناحية فتوح. لان فتوح هو عارف ان ورا فتوح حسام عبد المجيد ابطأ في التغطية، ما بيغطيش وراه كويس. اللي قدام الجناح اللي قدام فتوح مش الجناح الاساسي، مش بيرد كويس. وده فعلا يعني انا ما شفتش النهارده تقريبا سامسون في اي لقطه دفاعيه، بالعكس هو لما كان بينزل يستلم كانت بتتقطع. يعني الناس ملبسه البيلن لاحمد فتوح ان هو باصه مس باص، هو مباصيها لسامسون في رجله على فكره. انا عشان برضو ايه نقطه نقفل قصه فتوح دي خالص، هو مباصيها لسامسون في رجله، سامسون واقف مستنيها عادي جدا كانه واقف يعني بيلعب 31 مثلا، او لا 31 هيخش كانه بيباصي له يعني في تمرينه ومفيش حد مفيش خصم ولا حاجه. فالولد مد رجله قطعها وبقت هجمه، بس الميس باص اتحسب على فتوح، بس هو مباصيها في رجل سامسون. سامسون لو خد خطوه لقدام خلاص الكره دي بتاعتنا. خط النص دونجا، انا ما اعرفش الناس برضو بتشكر في دونجا على ايه، ما في ناس كتيره بتشكر فيه. انا بصراحه شايف ان هو مستوى ما فيش اي حاجه وجري في اللا شيء وفاولات من غير اي لازمه. في واحده الشوط الاول النهارده لف بيه برويتا كده، لف بيه الكره كانت قدامه يعني عادي ممكن يزقها من قدامه بتاع، الولد استلم وبتاع ولف بيه يعني كان بظهره لف بيه مرتين.
ده الديفندر بتاعنا. الحاجه اللي ظبط فيها دونجا نوعا يعني ان هو كان دايما اي كره عاليه بينط، التايمنج عنده ضايع حتى لو لوحده تلاقي لازم عدت من فوقيه، نط بدري. دي نوعا ما ابتدت تظبط شويه يعني. محمد شحاته مفاجاه الماتش بالنسبه لي ورجل المباراه، انه اول فاينل في الاجواء دي، جاي من نادي مش جماهيري وبيقدم المردود ده، وعايز وبيروح لقدام، واحنا مغلوبين كانت على طول لقدام، واحنا مغلوبين احنا غلاب يعني، والنتيجه متاخرين فيها، عنده ثقه في نفسه وما تهزش، رجليه ما خبطتش في بعضها، واقف على رجله، مفيش ميس باص، بيقطع الكره بشكل سليم. مفيش اي حاجه عليه اقدر اشوف ان هو يعني ورط زميله مثلا. في لعيبه في حاجات معينه كده الواحد بيحب ياخد باله منها، ان في لعيبه بتقعد تخنق في الكوره لغايه لما تضطر انها تورط زميلها. الحاجه دي ما شاء الله عند دونجا بشكل مميز يعني. هي ممكن تكون في الفتره الاخيره مع جوميز قلت شويه، بس لما ما بيكونش جنبه عبد الله السعيد بتظهر تاني. هو ما عندوش النقطه دي ان هو يورط اللي جنبه ويديله بصه مش كويسه او حاجه، بالعكس النهارده كان بيظهر لزمايله اكتر ما دونجا كان بيظهر. دونجا كان في الشوط الاول في عز الفتره اللي احنا كنا واقعين فيها خالص لما لبسنا الجونين، كان دونجا بيستخبى من الكوره. شحاته كان عنده المبادره وعنده الجرأه، وزي ما انا قلت ان هو عنده طاقه. لما القائمه بتاعت سموحه، عملت فيديو خاص بقائمه سموحه، قصدي بقائمه الزمالك اول ما نزلت، قلت ان هو عنده طاقه ولازم نستغلها، وفعلا النهارده كان كويس جدا، وبجد مفاجاه ان هو في الاجواء دي يقدم المردود ده. فانا بالنسبه لي هو رجل المباراه يعني. احمد حمدي النهارده عمل ماتش دفاعي بشكل كويس، هجومي. الثلاثه اللي قدام او الاثنين اللي قدام اللي هو حلقه الوصل اللي هو بيرمي عليهم المفروض بيخش يستلم، او الخطه اللي جوميز نسمعها، مفيش اي تواصل. سامسون النهارده كل ما احمد حمدي يديله الكوره ويجري، هو مش احمد حمدي بس يعني، احمد حمدي كل ما يديله الكوره او زيزو او فتوح، كل ما يسندوا على سامسون الكوره هوب مش معانا. حتى الكوره اللي لف بيها زيزو ده له واحده لف بيها، المفروض يشوط بشماله، ما اعرفش راح عاملها بالعرض كده اي حاجه، هو جوه ال 18 المفروض يلف ويشوط. بس احمد حمدي عمل ماتش دفاعي انا شايفه كويس، ومجهوده بدنيا ما كانش وحش، لعب ال 90 دقيقه. ما قدمش المسانده الهجوميه بشكل كافي الشوط الثاني، وهنتكلم فيها، لان واضح ان هو كان، انا مش عارف بقى ده فكر مدرب برضو، ان انا بقول ان احنا في عز ما احنا كنا الفريق نهضة بركان اتفاجئ بينا، احنا مش اضطرينا، احنا اخترنا ان احنا ننقل الكوره وما نعملش اي هجوم. في عز ما نهضة بركان رفعوا ايديهم وسلموا ان احنا نجيب التعادل، ومعين الشعباني هو معروف من ايام الترجي، هو مدرب نفس مدرسة كارتيرون، بيقف ورا وما بيعرفش يهاجم حتى، وجبان. هو كان مستنينا ان احنا اللي نهاجم عشان خاطر مساحات تتفتح ويلعب علينا تحولات. حتى بعد ما جبنا الجون والنتيجه دي مش في صالحه اكيد، في ظل وجود ان لسه قاعده الهدف بهدفين دي مطبقه في افريقيا. لكن هو برضو قرر ان هو ما يهاجمش الشوط الثاني تماما، خوف بقى او هي دي. انا شايف ان هو ده طريق من طريقه، من معرفتي بيه فنيا والماتشات والفرق اللي دربها، ان هو كان برضو عايز ان الزمالك يهاجم ويكمل في هجوم، وان هو يلعب على التحولات. ما هو شايف حتى وهو مغلوب وحتى هو كسبان 2-1، انا شايف ان الكلام ده كان هو ده الفكر اللي نازل بيه الشوط الثاني، على اساس النتيجه كانت 2-0 وكنا احنا لازم نهاجم لان احنا فعلا محتاجين جون. بس هو من حظه ان احنا في الدقيقه 46 جبنا الجون اول دقيقه في الشوط الثاني، فخلاص المفروض الخطه اللي انت نازل بيها الشوط الثاني خلاص اتغيرت. انت كده يعتبر متعادلين، الجون بجونين، 1-0 في مصر ان شاء الله ناخد البطوله. برضه هو قرر يكمل بنفس الاسلوب، مفيش اي هجوم او مفيش اي ضغط منهم ومش راضيين يزيدوا ولا اي حاجه. وفي نفس الوقت جوميز قرر ان هو برضه ما يهاجمش وما يعملش، ما ياخدش الريسك اكتر من كده، وده غلط. لان انا يعني كنت ممكن تامن دفاعيا كويس وتاخد الريسك، مش تاخد الريسك، مش درجه ريسك، وتكمل هجومك وتكمل في طريقتك، كنت هتحط التاني، كنت ممكن تحط التالت، لان هم فعلا الشوط التاني ما جوش، وهم فعلا فنيا انت اعلى منهم بكتير.
على قد المستوى والقايمه اللي معاك دي انت اعلى منهم. الشوط التاني اثبت حاجه زي كده. نرجع تاني لاحمد حمدي. انا قلت ان هو عمل ماتش كويس في وجهة نظري، والشوط التاني في الوقت اللي هو كان فيه مساحات يعني كان يقدر ان احنا نزيده بقى ونلعب كوره. هو كان في تعليمات ان احنا ما نزودش، لان احنا جبنا الجون بدري، وجوميز خاف ان احنا ناخد الريسك. زيزو طبعا اوفر ما يتعملش غير من زيزو، وحاجات كتيره ما تتعملش غير من زيزو. النهارده كان واضح رغبته في ان هو عايز يعمل حاجه، بس هو لا اما مشحون زياده او في حاجه، يعني مش زيزو. يعني في كرة الجزيري لعبها له بالعرض، راح لعبها ببطن رجله وحشه جدا جدا بره، رغم ان هو زيزو يقدر يسندها ويشوطها جامد هتيجي جون، دي جون. وكرة تانية كذا ميس باص، مش هو في كرة تانية بيوقفها طولت منه طلعت اوت. حاجات مش يعني ممكن تطلع من اي لعيب في ال 11 في الزمالك، ما كانتش يعني ما ينفعش انها تيجي من زيزو، لان هو المفروض اللي شايلنا واحنا اللي كنا معتمدين عليه. والحمد لله هو السبب الرئيسي في الجول. جملة متكررة بينه وبين الجزيري اتعملت في ماتش سيراميكا كليوباترا وجا منها جون، واتعملت في الماتش ده بين المدافعين، الاوفر بيترفع بيجري الجزيري يحطها جون مميز. اوفر في من مكان بعيد يعني. اللي بيرفع الاوفر ده يعني في مصر بشوفه علي معلول وبعديه زيزو. علي معلول من ناحيه الشمال وزيزو ان هو من المكان البعيد وتروح بالدقه دي. بصراحه كان كويس يعني والاوفر ده يغفر له. وزيزو طبعا يعني ليه كريدت كتير رغم ان مستواه ما كانش كويس، فليه كريدت عندنا. بس احنا كنا مستنيين منه اكتر من كده، ان هو ده ماتش مهم فهو لازم يظهر فيه. هو ظهر فيه بالاسيست، بس كان ممكن يجيب جون النهارده، وان شاء الله يعني يعوض الجون ده او الكرة دي يعوضها في ماتش القاهرة. سيف الجزيري هو جاب الجون وضيع واحدة بالهيد، وانا شايف انها كانت تتحط مرة واحدة فوق، ما تتحطش، ما تضربش باندا في الارض خالص. المفروض تتحط مرة واحدة وهي جون. يعني ما فيش فرق، يعني ما فيش مثلا جون تألق فيها او حاجة، لا الكرة دي جون ما ينفعش فرق يضيعها الا لو سيف الدين الجزيري. الحمد لله سطرت وجت من الكرة التانية بتاعت زيزو. عواد طبعا انا شايله للاخر لان ده الكريزه بتاعتنا. باي حال من الاحوال احنا لازم نتعاقد مع جون السنه الجايه، او نطلع ناشئ من دلوقتي، نجهز ناشئ يبقى حارس مرمى. اكيد مش هيقدم اللي بيتقدم ده، يعني انا مش عارف هي المشكله في مدربين الحراس ولا المشكله في الحارس، بس هو عواد كارثي. الجون التاني والبيلن يعني ماشي بيلن، بس برضه بيلن يعني ده جنبك، يعني ما حدش بيعمل كده. الجون التاني ده فضيحه، كرة مرفوعة فوق قعدت 10 دقايق في الهواء. 10 دقايق في الهواء، الناس مستنيها تنزل كأنها مستنية قنبلة نازلة، والواد لعيبها بدماغه وفي الأرض وضعيفة، وأنت رايح لي بإيدك واحدة. يعني أنت فين رجلك؟ فين الفوت وورك بتاعك؟ بجد أنت إزاي جون نادي الزمالك بتلعب في نهائي قاري يدخل فيك جون زي ده؟ إزاي؟ وانا كنت الفتره اللي فاتت مش مركز عشان ما كنتش عارف مستقبلي ايه، بس قعدت مع استاذ حسين لبيب ووعدني بالتجديد ووعدني معرفش بايه، مع كابتن حسين لبيب ووعدني بايه ووعدني. ما ينفعش يوعدك بحاجه يا عم، والله لو هنلعب من غير جون احسن. يعني لو هنلعب من غير جون احسن. انا مش طايق اشوفك في واقف بجد، ولا انت ولا صبحي، مش نافع اشوفكم. الموضوع يعني انا مش هعيش تاني فتره حسين السيد. بس فتره حسين السيد كان معاه فريق كفحتاجي، كان فريق جامد بيكسب كل حاجه ومعاه كل حاجه. رغم كده حسين السيد لبسنا في كتير، خسرنا حاجات ما ينفعش نخسرها، بس كان معانا قدامه فريق جامد كان بياخد افريقيا وبيغطي على اخطاء. احنا الفريق اللي قدام عواد اصلا ملصمينه بالعافيه، يجي هو ما شاء الله مش مستحملين اخطاء. يعني المفروض انت تشيل. ده غير كده كمان انت النهارده لو تبص على الكور اللي راحت لك يا عواد بين الثلاث خشبات، مفيش تقريبا كرة جت في حكت في العارضة دي و... والجون مفيش حاجة. مش فاكر والله حاجة تانية تقريبا مفيش.
حكوا شوطه تانية اتشاطت، خبطت في رجل المسوسي وطلعت، لو كانت راحت ناحيه الجون كانت دخلت. فمش معقوله اللي بيروح لك بيدخل، اللي بيروح لك بيدخل. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انا ما شفتش كده، وبجاحه احساس ان انت عادي. يعني انا بشوف في وشك عادي، مفيش اي احساس، مفيش اي دم. وبجد لازم وقفه، يعني لازم معرفش عبد الواحد السيد بقى يتكلم معاه جوميز. يعني ما ينفعش، بجد ما ينفعش. احنا هنخسر البطوله بسببه. لا قدر الله احنا لو جينا في مصر قعدنا ننحر ونزهق، وساعات الماتشات بتقفل والماتش يخلص 0-0 وهم كسبوا، خسرنا على البطوله بسبب عواد. عواد وحسام عبد المجيد بس. وده وارد يحصل. ف يعني يا ريت، اتمنى ان الموسم يخلص وعواد بقى نجيب جون طويل. يعني عايزين جون طويل بقى ايا كان بقى. نشوف يعني نتشقلب في اي حاجه يعني نشوف اي حوار كده، اي جون نتشقلب معاه ويجي كام بجد ما اشوفش عواد الصبح تاني دول. ان انا نفسيا مش قادر مش قادر. كفايه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده عامة دي كانت طبعا أجمل لقطة في الماتش النهاردة، لقطة المشجع اللي نزل بعلم فلسطين الملعب. وكان في صورة جميلة قوي للجزيري وهو فرحان وبيسقف يعني ليه. آه، ربنا يحررهم يا رب وينصرهم وإن شاء الله يستردوا أرضهم يا رب. ودعواتنا ليهم يا رب، ودعواتنا لكل أهالي غزة وأهالي فلسطين يا رب. عامة دي حاجة أنا حابب كنت أتكلم معاكم فيها بخصوص الماتش، يعني فضفضة كده فنية على وجهات نظر. بس نرجع تاني جملة أخيرة. أنا اللي شفته الفيديو لجوميز في ماتش دريمز، إن هو الراجل بيجهز الناس فنيا ونفسيا. بس اللي شفته النهاردة في ماتش نهضة بركان إن مفيش تجهيز نفسي خالص خالص. و ولو ولا خططيا بكميه الكورنرات والفاولات اللي اتخذت لنهضه بركان. فاتمنى ان هو يكون مجهزهم واللعيبه هي اللي غلطت، واللعيبه اللي غلطت تتعاقب لو هو جهزهم فعلا، ولو مش مجهزهم دي تبقى كارثه. اتمنى الاخطاء اللي حصلت النهارده ما تحصلش تاني، لان احنا خلاص فهمنا راس مال فريق نهضه بركان. يعني انا ما عنديش حاجه فنيه اتكلم عليها فيه بجد بخصوص غير الفحلي ده لعيب كويس جدا ولعيب رخم، وهو تقريبا محور الاداء بتاعهم. وعشان كده وكان فعلا عامل ماتش كبير على فتوح، وفتوح تعب معاه. ف هي دي النقطة الفنية الوحيدة تقريبا أو الجملة الوحيدة اللي بيلعبوا عليها، هي والضربات الثابتة. بيدوروا بقى ياخدوا أي ضربات ثابتة، كورنرات، أي حاجة وبيلعبوا عليها. فأتمنى إن كمية الكورنرات والضربات الثابتة اللي خدوها النهاردة دي في ماتش القاهرة ما تبقاش موجودة. واتمنى يتم تجهيز اللعيبه نفسيا كويس، لان هم ما كانوش، يعني لو ما كانوش مجهزين في الماتش ده، لان الماتش الجاي موجود 70,000 متفرج، ممكن الموضوع يبقى بالسلب علينا لو اللعيبه مش متجهزه نفسيا كويس. آه، فاتمنى يعني ان احنا نشتغل عليهم من دلوقتي. قدامنا اسبوع، ماتش حياه او موت، لازم كده كده نفوز بيه. لانه باختيارك برضو يا مستر جوميز، انت قررت ان هي دي البطوله الوحيده المتاحه لينا تقريبا الموسم ده، وبطوله كاس مصر اصلا سواء هتتلعب ولا لا يعني معرفش. ف فهي دي البطوله الوحيده لينا. فاتمنى الماتش التاني يبقى فيه مردود تاني وفي وضع تاني. واتمنى نشوف بدايل غير نضاي وغير سامسون. دي نقطه اخيره، غير نضاي وغير سامسون في الملعب. نقطة كلام برضو على جوميز لسه، عشان ده برضو حبيت اختم بيه. اصابة شلبي خلتك ان انت كان لازم نعتمد على مهاب ياسر او محمد عاطف عشان نقدر نشوفهم في المكان ده. اكيد مهما كانوا بيقدموا مش هيكونوا بيقدموا اسوأ من اللي بيقدموا نضاي او بيقدموا سامسون في المركز ده وفي العموم. بس انت قررت انك ما تدهمش
وما نشوفهمش، فبالتالي لو جينا رميناهم في ماتش زي ده وعملوا اي حاجه الناس هتشيلها. زياد كمال كان تقريبا برضو المفروض يبقى له دور في الماتش ده، بالذات الشوط التاني وانت عايز تستحوذ. انا ما فهمتش تغيير دونجا بناصر، يمكن انت عشان خفت من الكرات العاليه اللي هم بيلعبوها فقررت تنزل ناصر. هو تقريبا هو ده الحق، هو ده التبرير يعني. انا نزلت ناصر منسي عشان العرض الكور العاليه بتتلعب علينا والكورنرات وكده يبقى مع الجزيرة. هو ده التبرير عندي لتغيير دونجا. ناصر منسي بدل ما دونجا يبقى زياد كمال، او دونجا ولاعيب خط نص يعني. لان انت من ادائك مش واضح انك كنت عايز تتعادل. ماتش وعدى قدر الله ما شاء فعل، وزي ما الناس بتقول دي اسوأ نتيجة كويسة. فان شاء الله 1-0 سهلة، وهم الفريق ده يدخل فيه اكتر من واحد، وعلى الصفر برضه سهلة. اتمنى عواد يفوق معانا الماتش ده عشان ما يدخلش فينا جوان، وحسام عبد المجيد. احمد فتوح مهما كان قدم اي مستوى هو عنده كوره ويقدر يرجع تاني، وانا عارف ان هو في ماتش القاهره هيكون من نجوم الماتش كالعاده، هو وزيزو، وهيكون من اسباب فوز البطوله باذن الله يعني، باذن الله، باذن واحد احد. في النهايه بشكركم جدا، ولو الفيديو عجبكم اتمنى انكم تعملوا شير وتشتركوا في القناه، وان شاء الله يبقى في فيديوهات كتير بدعمكم باذن الله، نقدم اكتر من كده ونتكلم على كل حاجه انتوا حابين تتكلموا فيها بخصوص الزمالك يعني، وبخصوص الكوره عامه سواء محليه او عالميه. تصبحوا على خير.